يلا بينا نعمل شوية رز ابيض لزوم الفتة بقى واللازم منه. اذكروا الله، صلوا على الرسول. اول حاجة انا بعمل الرز يا جماعة بالزيت مش بالسمنة. بغسل الرز كويس، بسخن الحلة وبنزل بشوية من الزيت، واول لما الزيت يسخن كويس جدا بالحلة الدهنية، بالمادة قصدي الدهنية، بروح نازله بالرز. تمام، بديله كده شويه ملح وببدا اشوح في الرز. ضروري جدا ندي تشويحه يا جماعه للرز عشان الرز ما يكونش كانه مسلوق، لا لازم نديله تشويحه كده. ده بيساعد ان هو يكون مفلفل اكتر. وكمان بقى احط بقى فصين مستكه بقى وورقه لورا كده، هيخلوا الرز معاكم بجد تحفه. هنبدأ نشوح فيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ملحوظة بقى هنا مهمة يا جماعة، لما تيجوا تعملوا الرز ما تسقوهوش كله شوربة، لأن الشوربة بتغمق الرز. احنا عايزين رز أبيض. تمام، يبقى هنحط كبشتين من الشوربة وهنزود الكمية مية، يا إما هنزود المية بس. تمام، الحاجة طبعا تكون سخنة اللي هنزود بيها. أنا بحب أزود الرز مية لأن يطلع معايا فاتح وابيض. تمام، طبعا انا مش بحب ان انا اغطي على الرز الا لما يبدا يتشرب. ما تغطيش على الرز طول ما فيه ميه. اول ما يبدا ان هو يبقبق كده من كل حته وشرب ميته، تروحي مهديه على النار وكمراه لحد ما يستوي. احلى رز فته، بالف هنا وشفا.